السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة بدأت معاكم بسؤال وقلت لكم ليه أوقات كتير بنبقى شايفين إن العلاقة دي بتتعبنا ومع ذلك مش قادرين نمشي. ليه بنفضل متمسكين حتى وإحنا من جوانا مش مرتاحين؟ ده كان موضوعنا في الحلقة بتاعة الأمان، وقلت ساعتها هل عشان إحنا ضعاف؟ لأ، ولكن في الغالب عشان في جوانا احتياج. واتكلمت عن أول حاجة الاحتياج للأمان وخصصت ليها حلقتين. تاني حاجة الاحتياج للاهتمام. يعني أنا إيه؟ يعني أنا بحب الرسائل الكتير، بحب الكلام الحلو، بحب أحس إن أنا محور الكون. ولو أنا مش بهتم بنفسي ومش شايفة نفسي كفاية هقع في أول شخص يديني جرعة اهتمام مكثفة. وهنا الغلطة بقى، أنا بفتكر إن الاهتمام المكثف ده هو حب، حتى لو الاهتمام ده كان بس في البداية، حتى لو بعد شوية الاهتمام ده قل وبيحصل. أنا بتعلق بالإحساس مش بالشخص، أنا متعلقة بالنسخة الأولى. حتى انتوا كده هتلاحظوها بعد البداية هو بدأ يقل، الاهتمام بدأ يقل. لا، أنا عايزاه يرجع زي الأول. وتفضلي بقى تفتكر البدايه وحلاوه البدايه، وانت كمان، انا كلامي موجه للجميع. تفضل تفتكر بقى ان هي كانت مهتميه بيك وبتراعيك. فين الكلام ده؟ الكلام ده راح لان انت اصلا مش مهتم بنفسك. المعادله هنا ايه بقى؟ انا محتاجه اهتمام بس مش مهتميه بنفسي، فهقع في حد بيعرف يدي جرعه اهتمام قويه جدا بس مش بيعرف يكمل. ما خدي بالك، في فرق. الاهتمام مطلوب والحب مطلوب والامان مطلوب وكل ده انا بتكلم على التعلق عشان في فرق، لازم نفرق. فافضل مستنيه وازعل واتعلق وادخل في دايره الانهيار، وده تعلق مش حب. وتالت حاجه، لو انا مش بحب نفسي قوي، لو انا شايفه نفسي قليله مش كفايه، دايما بلوم نفسي، غالبا هنجذب لشخص مش شايف نفسه كفايه، محتاج حد يعليه. هنجذب لشخص محتاج حد يحسسه انه قوي. العلاقة هنا بتبقى قايمة على الاحتياج. انا محتاجة حد يحسسني اني مهمة، وهو محتاج حد يحسسه انه قوي. بس مفيش حد ثابت، فالنتيجة العلاقة مرهقة، كل واحد ماسك في التاني عشان يكمل النقص اللي جواه. وبالمناسبة عايزة أوضح حاجة بخصوص الحب النفس. زمان كانوا بيقولوا إن حب النفس أنانية. يعني لو واحدة شافت واحدة بتحب نفسها، بنت دي أنانية، الواد ده شايف نفسه قوي كده، هو ماله ده؟ بنعمل كده زمان يعني. ولو اهتميتي بنفسك شوية، بس الحقيقة إن في فرق كبير قوي بين إنك تحبي نفسك وإنك تكوني أنانية. الأنانية إنك تاخدي على حساب غيرك، لكن حب النفس إنك ما تظلميش نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بصي بقى للمعنى ده بهدوء. الحديث ما قالش حب غيرك قبل نفسك، قال إيه؟ قال حب لأخيك ما تحب لنفسك. يعني الأصل إنك بتحبي لنفسك الخير وبتتمني لنفسك النجاح والراحة والستر، ثم ترتقي إنك تتمني نفس الخير لغيرك. إزاي؟ إزاي أصلا هتدعي لحد بحاجة وإنت مش شايفة نفسك تستاهليها، وإنت مش شايف نفسك تستاهلها؟ إزاي هتحب بصدق وإنت مش متصالحة مع نفسك؟ حب النفس الصحي مش ضد الدين ومش بخل، ده اللي يخليكي إنسانة متوازنة، لأن اللي بيحب نفسه صح بيعرف يحب غيره صح. ورابع حاجة، لو أنا متعودة أستنى الحب،
لو الحب في طفولتي كان مشروط، يعني لازم أعمل حاجة عشان أتحب، فما بكبر وأنا حاسة إني لازم أستنى ولازم أستحمل ولازم أثبت نفسي، فهنجذب لشخص مش واضح، هنجذب لشخص مش بيعبر بسهولة، مش بيطمن بسرعة، وأدخل في دور أنا هخليه يحبني، أنا هخليه يتعلق بيا. أيوة أنا شايفاكي، أنا عارفة إن أنت بتضحكي، أنت بتقولي لنفسك كده وأنت كمان بتقولي لنفسك كده، أنا هخليها تحبني، لأنك متعود إن الحب مجهود مش عطية. وعايزة أوضح نقطة، اللي بيدخلنا في التعلق مش الشخص، اللي بيدخلنا في التعلق احتياج غير مشبع جوانا. أول ما الاحتياج يبقى متشبع منك انتي، اختياراتك هتتغير تلقائيا، مش لأنك هتقاومي ولا أنت هتقاوم، لا، لكن لأنك مش هتنجذب لنفس النوع. وفي الختام اسأل نفسك، هو أنا معاها عشان بحبها ولا عشان بخاف أخسرها؟ وانت كمان، أنا معاه عشان أنا مرتاحة ولا محتاجة لإحساس معين منه؟ الفرق ده هو الفرق بين الحب والتعلق. طيب ممكن تسأل نفسك، ليه ببقى شايف الإشارات وبدخل برضه في نفس العلاقة؟ أنا شايف إن العلاقة دي مش هتنفع وبدخل فيها. الموضوع ده إن شاء الله هتبقى الحلقة الجاية بإذن الله تعالى. ولو الحلقة دي لمست فيك حاجة أو حسيت إنك فهمت نفسك أكتر، أنا فعلا ممتنة جدا جدا إنك كملت معايا للآخر. ولو شايف إن الكلام ده ممكن يفيد حد تاني، انشره، يمكن يكون سبب راحة لقلب حد محتاج يسمعه. وما تنساش تشترك عشان نكمل الرحلة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.